الساعة كانت 4 الفجر، خارجين من حفلة والجو هسس خالص. لمحنا حاجة فوق حاجز خرساني، لما قربنا لقينا واحد حرفيا الفرق بينه وبين الميت انه لسه بيتنفس. الولد كان عبارة عن معمل كيمياء متنقل، ريحة كحول لحد أدوية ما كناش عارفين هو جايبها منين. فضلنا قاعدين معاه كده شوية وماشيين بنسنده لحد ما رحنا قعدنا في حتة فاضية شوية، وهو بقى فصل خالص وما كانش ينفع نسيب. قعدنا في حتة واسعة شوية وقلنا نستنى لحد ما يفك عشان نعرف هو مين. القعدة فجأة قلبت فضفضة جماعية، الواد غايب عن الوعي واحنا حواليه، اللي بيحكي عن سحلة الشغل والمدير اللي مش بيقدر، واللي فاتح قلبه عن مشاكله مع أهله، وانا بحكي عن البنت اللي مش عارف اوصل لقلبها، وهو نايم في وسطنا زي شاهد صامت على كل وجعنا. وفجأة نور كشاف قوي في عينينا، لقينا امين شرطة ومعاه عساكر واقفين فوق دماغنا. ركنا خبطت في بعض، المنظر مريب، شباب وواحد ضايع في وسطهم. الامين بص للولد نظرة خبيرة وقال ده مال. واحد فينا حاول يجود وقال ده تعبان، بس الامين ضحك بسخرية وقال له بقول لك ايه، الراجل ده شارب كوكتيل ممنوعات، بلاش لف ودوران. كشف على بطايقنا، ولما فهم اننا ولاد حلال لقيناه في السكة وبنحاول نساعده ملامحه اتغيرت، وبدل ما يسحبنا على الاسم ونلبس قضية سكر في طريق عام اتصرف بروح القانون. بص لنا وقال بنبرة فيها خوف علينا، يا ولاد في دورية مباحث بتلف دلوقتي، ولو جم ولقوكم معاه بالمنظر ده هتبقى مشكلة ليكم ولي. الولد ده حالته خطر ومحتاج دكتور. وبكل ذوق وقف لنا تاكسي بايده وساعدنا نركب الولد، ووصف لنا اقرب مستشفى حكومي وسلم علينا وقال لنا خدوا بالكم من نفسكم وما تمشوش في طرق مقطوعة تاني بالليل. مشينا واحنا مش مصدقين. فعلا الشخص ده كان مثال محترم لراجل الشرطة اللي بجد، اللي عارف امتى يطبق القانون بحزم وامتى يغلب الانسانيه. شكرا ليه انه انقذ الولد وانقذنا احنا كمان من سحله ما كانش لينا ذنب فيها غير اننا حاولنا نكون بني ادمين. صراحه لو كنت مكاني كنت عملت ايه؟ في واحد مصري صاحبي موجود هنا في ايطاليا من زمان، جه دراسه وبعدها اشتغل وقرر يكمل حياته في ايطاليا، وحاليا هو عدى 30 وقرر انه يدور عليا زوجه ليه، وعلشان الموضوع مش سهل فقرر انه يدور في الديتنج ابس. فعلا اتعرف عليا بنت مصريه، بنت ناس ومحترمه وتفكيرهم كان قريب جدا من بعض، وبعد فتره من الكلام والتفاهم حس ان في كيمياء بينهم، وقرر ان هي دي اللي بيتمناها وانها مناسبه ليه، وقرر انه ياخد خطوه رسمي ويدخل البيت من باب. اكتشف ان البنت دي اتولدت وعاشت طول عمرها هنا وعمرها ما نزلت مصر اصلا، وان ابوها من الجيل القديم اللي هاجروا وبنوا حياتهم كلها في ايطاليا. المهم صاحبي راح قابل ابوها. في الاول القعده كانت لطيفه والراجل رحب بيه وكله مشي تمام، لحد ما دخلوا في الجد وابوها صدمه بطلبات غريبه جدا. قالوا يا ابني انا دي بنتي الوحيده وعاوز اضمن مستقبلها، عاوزك تجيب شقه تمليك لبنتي في مصر وتكتب قايمه بكل حاجه، وعاوز 100 جرام ذهب وهيتكتبوا في القايمه كمان، ومش بس كده انت لازم تعملها فرح كبير في مصر وسط العيله. قالك ان تتخيل الصدمه اللي صاحبي كان فيها. قال له يا عمي ازاي بس، انا حياتي هنا، انا عايش هنا وهتجوز هنا وشغلي هنا وهنا الاساس ومستقبلي كله في البلد دي، واصلا بنتك عمرها ما سافرت مصر ولا تعرف فيها حاجه عشان نربط حياتنا بيها. مع العلم ان صاحبي ده راجل جاهز وشاري شقه تمليك هنا في ايطاليا وبيدفع اقساطها من تعبه وشقاه، وما كانش طالب من ابوها يدفع جنيه واحد، وهو اللي كان هيشيل الليله كلها ويجهز البيت من الابره للصاروخ. المهم الاب نشف دماغه وصمم على رايه وما رضيش يتنازل عن العادات اللي مقتنع بيها رغم انها مش منطقيه لوضعهم، وفي النهايه الدماغ اختلفت ومتفقوش والموضوع باظ وكل واحد راح لحاله. قولي اي رايك ولو مكانه هتتصرف ازاي؟ كنت راجع البيت بالليل ومفيش ولا عربيه طالعه معايا على التطبيقات، كنت مرهق جدا وعايز اوصل البيت باي طريقه، فقررت اركب ميكروباص وانا عارف النظام في الميكروباصات ماشي ازاي. طلعت الاجره وديتها للراجل اللي بيجمع الفلوس وهو وصلها للسواق. المهم انا كنت قاعد في اول صف واللي جنبي كان شاب سوداني واللي بعده الراجل اللي بيلم الاجره. المشوار كله كان لاخر الشارع. فجاه السواق يقول بصوت عالي في 10 جنيهات ناقصه، يعني في نفرين ما دفعوش. بص للشاب السوداني اللي جنبي وقال له دفعت يا زول. الراجل السوداني ضحك ضحكه استخفاف وقال له ايوه دفعت، وانا فعلا كنت شفته بعيني وهو بيدفع. بعدها السواق بصلي انا وقال باسلوب فيه استهزاء انت فاهم حاجه من اللي بنحكيه؟ انا استغربت جدا ورديت عليه قلت له عايز ايه؟ قال لي في 10 جنيه ناقصه. انا ما كنتش مستوعب ايه اللي بيحصل وليه بيسالني انا بالذات. الموضوع تطور ولقيته بيسالني وهو متعصب وبيقول لي انت اساسا مصري ولا انت منين؟ الكلمه دي هي اللي استفزتني جدا، عشان كده رديت عليه وقلت له هو ايه اللي يخصك انا مصري ولا مش مصري؟ الموضوع كله على 10 جنيه واعطيته ال 10 جنيه. قال لي انا ما باخدش بقشيش من حد وراح رامي الفلوس تاني. رديت عليه وقلت له انت كل شغلتك تعدي الفلوس والناس بنفسك، فاعمل شغلك صح من الاول، مش تسال الناس وتشكك في ذمتهم لان محدش مهتم يتابع شغلك. في اللحظه دي كنت واصل المكان اللي انا عايزه فنزلت، فالناس بقت تنادي عليا عشان اخد فلوسي، بس انا تجاهلتهم عشان كنت متعصب وتميتني ماشي بطريق. انا ما كنتش فارق معايا الفلوس خالص، اللي كان فارق معايا فعلا هو اسلوب السواق اللي كان فيه ريحه عنصريه وتهزيء، وانه اول اتنين شك فيهم وسالهم كان انا والشاب السوداني. انا ركبت ميكروباصات كتير قبل كده وعارف النظام، بس عمري ما واجهت الموقف ده قبل كده. صراحه لو كنت مكاني كنت عملت ايه؟ من كام يوم حصلت حاجه صدمتنا كلنا. انا شاب عندي 18 سنه، والدي متوفي الله يرحمه وانا اصغر اخواتي، واحنا قاعدين في امان الله جات لاختي رساله توثيق طلاقها على الموبايل، طلاق غيابي كده فجاه ومن غير اي اسباب. سالتها انت عملتي حاجه؟ حلفت لي انها ما عملتش. جوزها من بعد وفاه ابويا ومعاملته ليها بقت زفت، على طول يقولها غوري عند اهلك انا مش عايزك، ولما تطلب مصاريف للبيت يقولها مفيش. عيالهم اغلب الوقت كانوا عندنا وانا متعلق بيهم جدا، ولما بيرجعوا بيتهم كنت بساعدهم بفلوس من ورثي في السر. فضلنا على الحال ده لحد ما رمالها الطلاق فجاه كده. انا دمي اتحرق ازاي يعمل كده من غير ما يجي يتكلم زي الرجاله. المهم امبارح لقيته بيخبط على باب بيتنا، قلت اكيد جاي يصالح، بس لقيته بكل بجاحه بيقول لي هات ابني. قلت له اتفضل ادخل نتفاهم. قال لي لا انا عايز الولد وبس. قلت له مفيش عيال هتاخدها وانت عارف سكه المحكمه فين. ضحك باستهزاء وقال لي حته عيل زيك
هيمنعني عن ابني. قلت له اعلى ما في خيلك اركبه، مفيش عيال هتخرج من هنا الا بحكم محكمه. لقيته بيزعق وبيقول ابني ومحدش هيمنعني. قلت له لو وقفت تصوت للصبح مفيش عيال ويلا من غير مطرود. المشكله ان بعد نص ساعه لقيت العيله كلها مقلوبه عليا، اخواتي الكبار وعمامي بيلوموني وبيقولوا لي اديله ابنه. قلت لهم طول ما انا فيا نفس محدش هيقهر اختي في عيالها. الكارثه ان عمي بعت لي رساله وقال لي انا متبري منك. عمي ده اللي كان بيقول لجوزها زمان انت مدلعها واحبسها في البيت. رديت عليه وقلت له وانا كمان ما اعرفكش واللي بينا انتهى. انا دلوقتي مضغوط جدا من كل اللي حواليا وساعات بحس اني غلطان. صراحه لو كنت مكاني كنت عملت ايه؟ موقف حصل لي كرهني في الكليه. كنا بنمتحن امتحان شفوي واللي بيسالني سالني في حاجه انا ما كنتش مذاكرها ونسيها خالص. الراجل كتر خيره اداني درجه متوسطه وقال لي خلاص امشي. وانا طالع واحد من الدكاتره اللي قاعدين على المكتب جنبه دكتور ما اعرفوش وما بيدينيش مواد اصلا. لقيته بيسالني انا وصاحبي واحنا طالعين بالحرف كده انتوا بتشتغلوا ايه بعد الظهر؟ قالها بطريقه وانا مش فاهمه ولا فاهم قصده. لقيته بعدها بيقول انتوا ايه اللي انتوا عاملينه في شعركم ده؟ حلقتي انا وصاحبي كيرلي عادي وانا شعري كده والله مش حاطه له كريم ولا اي حاجه، ومدرجين الجناب زي تلت تربع الشباب. وماسك فينا طريقه بقى قال لي انت ايه الفرق بينك وبين سواق الميكروباص؟ ولو واحد دخل يتقدم لاختك بالمنظر ده هترضي بيه؟ وانا كل ده واقف مش عارف اعمل ايه، ماسك نفسي بالعافيه ومحترم نفسي ومش راضي ارد خالص، لحد ما لقيته بيقول لي انت ابوك بيصرف عليك. انا واحد لسه اول سنه في الكليه وملحقتش اشوف دنيتي علشان اشتغل. قلت له ابويا بيصرف عليه. مش فاكر قال ايه بس قعد يضحك ويضحك زمايله والدكتوره اللي قاعده، وانا قسما بالله كنت هفرقع. كنت في لحظه بقول لنفسي يلعن ابو الكليه بالماده اللي هيشيلها لي لو رديت، بس ما قافش ساكت كده. بس بالفعل فضلت ساكت. خدت بالي ان صاحبي هيرد عليه، روحت ماشي ناحيه الباب علشان نلم الحوار. لقيت الدكتور بيعيد نفس السؤال انتوا ايه الفرق بينكم وبين سواق الميكروباص؟ لا بتذاكروا ولا بتشتغلوا. لقيت صاحبي بيقول له الفرق ان السواق بيسوق وانا قاعد. طبعا الدكتور ما عرفش يقول ايه، رحت ساحب صاحبي وماشي علشان الحوار ما يكبرش. ومن ساعتها وانا كاره نفسي وكاره الكليه. مش عارف ما ردتش ليه، بس كان هيبقى اهون لي من اني اتهزق ويتم التدخل في خصوصياتي وشكلي من واحد ما اعرفوش. ده غير اني مرمي في كليه عمري ما جت في دماغي اني ادخلها وداخل غصب علشان المجموع. الموضوع ده دمر نفسيتي وخلى في مواد مذاكرتهاش وممكن اشيل ماده اخر السنه. الراجل ده زود كرهي للكليه ولحياتي والثانويه العامه اللي جابتني هنا. انا لا عارف اركز علشان اذاكر للفاينل اللي فاضل عليها ايام ولا عارف اطلع الحوار من دماغي. صراحه لو كنت مكاني كنت عملت ايه؟ انا وابن عمي قررنا نخيم بالليل في نص وادي في الباحه. الجو كان ضلمه كحل وهسس ومفيش صوت غير صوت الهواء. عملنا قعده حلوه ولعنا نار وشوينا كباب وعشنا اللحظه. وبعد ما خلصنا اكل وديناها شاي على الفحم حسينا بقلق. قلنا لازم نلم دنيتنا بسرعه ونرجع بواقي الاكل للبيت عشان ريحه الطبخ واللحمه متلمش علينا حيوانات مفترسه في الضلمه دي. للعلم احنا كنا مخيمين قريب من البيت بس المسافه كانت مقطوعه وما فيهاش نور. المهم ابن عمي شال الصحون والحاجات وبدا يمشي قدامي. شويه شويه لقيته بيسرع خطوته وبيتلفت حواليه برعب، تحسه سامع حاجه بتمشي ورانا في العتمه. وبعدين فجاه من غير مقدمات فك الجري على اخره ولقيته بيصوت باعلى صوته وبيقول في حاجه بتجري ورانا. من غير ما افكر ركبي خبطت في بعض والدم هرب من وشي وفكيت الجري معاه زي المجنون من غير ما ابص ورايا. والمصيبه اني فعلا حسيت بحجاره وزلط بيتحدف على قفايا وظهري واحنا بنجري. الرعب مسكنا وفضلنا نجري ونجيب اخرنا لحد ما وصلنا البيت. دخلنا وقفلنا الباب بالترباس واحنا بننهج ومش قادرين ناخد نفسنا، وتخيلنا ان في جن في الوادي او حيوان غريب كان بيطاردنا وعايز يخلص علينا. قضينا ليله رعب بجد ومحدش فينا نام من الخوف. طلع علينا الصبح وقلنا لازم نرجع مكان ما كنا بنجري عشان نفهم ايه اللي حصل ونشوف ايه الحاجه اللي كانت بتحدفنا في الضلمه دي. واكتشفنا مفاجاه ما تخطرش على بال حد وعمرك ما هتتخيلها. طلع الصندل اللي كنا لابسينه في رجلينا هو السبب. واحنا بنجري الصندل كان بيلطش في الارض ويرفع الزلط والحجاره ويطيرها في الهواء فتنزل تخبط على قفانا وظهرنا من ورا. يا جماعه انا اتزوجت من زوجتي قبل سنين، تقابلنا في البعثه بره وحبيتها من كل قلبي وقررت اني ادخل البيت من بابه. كلمت اهلي واهلها واتفقنا نتزوج بعد التخرج، وعشان اضمن اني اعيش البنت حياه محترمه خطبنا وقتها والحمد لله خطتي نجحت. اتخرجنا واتزوجنا على طول وتوظفت براتب ممتاز. ربي رزقني وحاولت ما اقصر في حقها باي شيء، وكنا عايشين قصه حب زي قيس وليلى. كان قلبي مليان حب وكنت دايم اشكر ربي عليها. اخدت بنت الحلال بمزاجي وبدون اختيار اهلي. تزوجنا وحنا صغار وعشنا سنين حلوه مع بعض، بس الاوضاع بدات تتكهرب وتتغير بعد فتره. المشاكل والاختلافات بدات تطلع على السطح، ممكن عشان تعرفنا في بدايه البكالوريوس وشخصياتنا ما كانت مبنيه. خلال السنتين الاخيره صار كل شيء بيننا هواش ومشاكل، صرنا مو قادرين نوصل لبعض ابدا. هي كانت تشتكي اني ما اظهر مشاعري وما في تواصل عاطفي، ومن ناحيتي انا ما كان عندي اي مشكله معاها، بس دايما كان في انتقادات لاذعه من جهتها لي. ومع الوقت بدا يقل الاحترام لي كزوج، وهنا كان لازم احط حد. وضحت لها ان الاحترام مهم جدا للرجل وانه بالنسبه لي هو المتطلب الاول، لكن للاسف ما غيرت تصرفاتها وكانت تطلب الطلاق في كل مضاربه بيننا. حسيتها غير سعيده ابدا في الحياه اللي انا وفرتها لها. وبعد صراع نفسي طويل اخذت اصعب قرار. قررت اني اقدر اتحمل حزن فقداني لها ولا اني اتحمل اشوفها تعيسه ومو سعيده معاي، وطلقتها. في فتره العده حاولنا كم مره نتكلم بس بدون اي فايده. قلت لها اكتر من مره ما عندي مشكله ارجعك، بس لازم توعديني ان الاحترام يرجع ونفس الهواش ما ينعاد. بس للاسف انتهت العده واحنا على نفس الحال. الان انا حاسس حياتي بدون طعم، كاني عايش جسد بلا روح. كنت بين نارين واخترت نار الطلاق. والله اني كنت ادلعها دايم بس القناعه كانت قليله. عارف ان الطلاق يصير كثير، بس علاقتي فيها كانت غير تقليديه. كنا اصحاب في كل شيء ومو بس ازواج. قضينا العشرينيات كلها مع بعض، والان انا داخل ال30 بس حاسس اني شايب في الخمسينيات. حاسس اني فقدت زوجتي وصديقتي في نفس الوقت. اذا في احد مر بتجربه مشابهه ايش كان الحل؟ جدي زمان في يوم كان قاعد في امان الله في القريه، فجاه خبط على بابه راجل غلبان جدا وعلى قد حاله. الراجل ده كان معروف في البلد ان حالته تحت
الصفر، لدرجة إن أبوه كان مشهور إنه بيلف يدق على بواب الناس عشان يطلب منهم لقمة ياكلوها. جدي الله يرحمه كان راجل من خيرة الناس وحافظ للقرآن من الجلدة للجلدة، رغم إنه كان أمي ما بيعرفش يقرأ ويكتب، بس كان عنده عزة نفس وكبرياء زيادة حبتين زي أغلب الرجالة الكبار في الزمن ده. أول ما جدي شاف الراجل ده واقف على بابه استغرب جدا وبص له من فوق لتحت وقال له من غير مقدمات: أنا ما عنديش حاجة أديها لك وما أقدرش أساعدك بأي حاجة. بس الراجل الغلبان رد عليه بمنتهى الأدب وقال له: يا عمي، أنا ما جيتش أطلب منك فلوس ولا حسنة، أنا جاي طالب القرب وجاي أتقدم لبنتك فلانة على سنة الله ورسوله. في اللحظة دي جدي الدم غلي في عروقه واشتعل زي النار اللي مسكت في حطب، وشاف إن دي إهانة كبيرة ليه ولعيلته إن واحد فقير زيه يطلب إيد بنته. زعق فيه بأعلى صوته وقال له: ما بقاش إلا أنت يا حسالة تيجي تطلب بنتي وتناسبني. وطرده من البيت بأسلوب مهين وقال له: غور من وشي ما يتمرش فيك الخير. الأيام لفت ودارت والراجل الغلبان ده ما قيسش من رحمة ربنا وقرر يغير حياته. بعد كام سنة ركب في صندوق عربية نقل وسافر الرياض عشان يدور على رزقه ويبني نفسه. بدأ حياته هناك من تحت الصفر واشتغل في أبسط الحاجات اللي ممكن تتخيلها عشان ياكل بالحلال. اشتغل ساعي بريد فترة وبعدين بقى يصب قهوة في مجالس الناس الكبارية والمسؤولين. مرت 20 سنة أو أكتر وربنا عوضه وفتحها عليه من أوسع أبواب. الراجل شغل دماغه ودخل في سوق العقارات وربنا كرمه وبقى من أكبر الأثرياء، واتجوز بنت عمه اللي كانت فقيرة وعاش معاها أحلى حياة كريمة وطيبة. عشان تتخيلوا الوضع، الراجل ده دلوقتي بيملك شركة عقارية قيمتها بتعدي ال100 مليون كأصول. بس الراجل ده طول عمره كان خلوق ومحترم ومحافظ على دينه وعمره ما أذى حد رغم فقره وظروفه الصعبة. أوضاعه المادية زمان كانت سيئة جدا بس أخلاقه ونيته كانت توزن بلد. لو جدي كان تنازل عن كبريائه شوية وبص لأخلاق الراجل ده بدل ما يبص لفقره لكان زمان الوضع اختلف تماما وحياة بنته اتغيرت للأحسن. في النهاية تفتكروا تصرف جدي كان صح؟ صراحة لو كنت مكانه كنت عملت إيه؟